صباح السعادة والجمال. جالي سؤال فقع مرارتي واحنا اتفقنا ما تفقعش لوحدي. ايه بقى السؤال؟ واحدة بقى بتقول ان هي كان مكتوب كتابها والعريس اختلف مع باباها واتطلقوا، بس هي مأزومة جدا لانه شاف جسمها كله وهي مش عارفة ده صح ولا غلط، ولو اتخطبت تاني هتقول العريس الجديد ولا لا. هو الحقيقة مش سؤالك حبيبتي اللي يفقع المرارة، هو الوضع اللي حطك فيه الراجلين في حياتك دول، ابوكي وعريس الغفلة جوزك السابق، هو اللي يفقع المرارة. ليه؟ لأن الأسر المصرية بتعمل جريمة في بناتها اسمها كتب الكتاب. حاجة كده مسخة صيصة ملهاش أي 30 لازمة. بابا وماما يبقوا عايزين كتب الكتاب عشان إيه؟ المحروس ما يبقاش غريب. يعني هو قريب؟ لا 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 لا، ما هو مش قريب قوي. طب إيه حدود الغريب والقريب دي؟ مش واضحة. طب المحروس بقى اللي كتب كتاب هو جوز؟ لا، هو مش جوز قوي، هو لسه فرد. طب هو بيتعامل على إنه هو لسه فرد؟ لا، هو بيتعامل على إنه جوز. ده كاتب الكتاب اسم الله. فيعني إن ما كانش ليه حقوق في العلاقة الكاملة، فعلى الأقل ليه حقوق في التجاوزات. إيه يا جماعة؟ بتحطوا بناتكم في المفرمة دي ليه؟ وبعدين احنا ما شاء الله مجتمع، يعني البنت اللي بتقول فيه لا بجمودية بتتعاملوا معاها على انها جحدة وجامدة ومش عارفة ايه. تقول ايه بقى لصاحبنا اللي بيضغط عليها ويقول لها انت مراتي، فلما تقول له لا يقول لها انت مش بتطيعيني. طب اقول للبابا وماما يقول لها هو انت بتفشي اسرار، هو انت من النوع ده، انت ما تنفعيش، احنا هنتطلق. حالة من الضغط الرهيب على البنات. بتعملوا كده ليه؟ عشان ايه؟ علشان ما يسموش غريب؟ علشان تقعد في الاخر ان كانت محجبة بشعرها قدامه؟ لا، الموضوع بيضغط عليها اكتر من كده. وبص يا حبيبتي، الخطوبة بتتعمل علشان الناس تتعرف على بعضها. مفيش حاجة اسمها هوب نلزق في بعض كده ونكتب الكتاب. فلو الأهل قالوا الكلام ده البنات تقولي لا، لا بشكل واضح. ولو مضطر أو مكتوب كتابك ساعة ما يقول كده تعملي زي يسرى في فيلم المولد كده، ترزعيه على نافوخه بالقلة. ليه؟ لأن وضع كتب الكتاب ده وضع زي ما قلت لكم صايص. قانونا هي مراته، شرعا هما الإعلان، الإرادة فيه ما كانتش إعلان دخول، ما كانتش علاقة كاملة، وبالتالي إيه حدوده؟ طب عريس الغفلة اللي هيجي بعد ما فسخوا كتب الكتاب ده هيفهم الكلام ده ولا ساعتها هيعمل فيها مش عارفة إيه، وهيقعد يضغط عليها تاني ويعصر فيها تاني؟ هو عمل إيه؟ هو سوى إيه؟ هو حدوده إيه؟ هو بتاع. نقطة تانية، أنت يا بنتي مأزومة علشان عملتي حاجة اتضغط عليكي فيها، علشان اتقالك فيها انا جوزك ولازم تطيعيني. لا كنتي مبسوطه ولا كنتي عايزه ولا اتبسطتي ولا استمتعتي بالحدوته دي. بالك لو كنتي عايزه واتبسطتي ما كنتيش بقيتي في الازمه دي. وبالتالي البنات، نصيحتي: واحد، ما تقبلوش كتب الكتاب تحت اي ظرف تحت اي مسمى. اتنين، حضرتك ما تعمليش اي حاجه انت مش عايزاها لاي حد تحت اي صفه. تلاتة، ما تعمليش حاجة ما تقدريش تعلنيها وتواجهي الكون كله بيها، لأنه سر الأزمة هو سر إن جواكي حاجة مش قادرة تعلنيها ومكسوفة منها. إنما لو ساعتها كنت قادرة تعلني الكلام ده ومش مكسوفة منه، كنت قلتي بمنتهى القوة إيه؟ ده جوزي، ده مكتوب كتابنا. وساعة ما يجيلك عريس غفلة تاني تحطي صباعك في عينه: أيوة كان جوزي وكان مكتوب كتابنا. عايز واحدة كده مشفية؟ حضرتك روح اقف قدام مستشفى بنات استلم بيبي ربيها على ايدك. انما ما تقعدش انت حياتك كلها تعطف وتلطف وتضغط على بنات ناس تانية وجاي تلومنا انا ان كان مكتوب كتابي. اتفقنا ما تكتبوش كتاب، والبنات ما تعمليش حاجة تتكسفي منها. صح يا حبايبي؟ شوفكم في سؤال يفقع المرارة تاني، بس الحقيقة السؤال ده زي ما قلت لكم هو الوضع اللي يفقع المرارة مش السؤال نفسه.